مشاهدينا اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من بودكاست افهم بزنس. والحقيقه انا عايز اقول ان حوالي 70% من الشركات الصغيره والمتوسطه بعد 5 سنين بتفشل، تخسر وممكن تختفي نهائي. وزي ما انتم عارفين وانا عارف ان مشاكل البيزنس عموما كتير، وللاسف ممكن يكون الحماس الزايد او الحركات الغير مدروسه هي الصخره اللي بتحطم عليها مشاريع كتير وافكار كان ممكن لو تم دراستها بشكل كويس تبقى ناجحه وتطلع للنور، وناس كتيره تبقى وراها وبتدعمها. ففي الموضوع ده تحديدا في اسئله كتيره جدا محتاجين نسالها، في امور كتير محتاجين نتعلمها. عشان كده ضيفتنا النهارده دكتور عائشه عبد المنعم، بزنس كونسلتنت وكمان صاحبه شركات ومختلفة تجارية وطبية، وهتفيدنا بقى وتقول لنا كل الأسئلة اللي احنا محتاجين نعرفها. بنرحب بيك يا دكتور. برحب بيك جدا استاذ احمد. الحقيقة زي ما قلت وبدأت في الحلقة ان احنا متحمسين للغاية عشان خاطر موضوع البيزنس ده تقريبا كل حاجة في حياتنا بيزنس، انت عارفة. اكيد. كل الأمور ففي أسئلة كتير، ولكن أنا هبدأ بالعكس شويتين ثلاثة، أو هبدأ من قبل ما الفكرة تبقى فكرة في بالي، وهي خوفي أصلا من إن أنا أفشل من قبل ما أبدأ، من قبل ما يبقى عندي فكرة. خايف احط راس المال بتاعي في حوار او في موضوع فيفشل وما يكملش فاخسر فلوسي. فالخوف عموما معاه ولا عليا؟ خليني اقول لك ان الخوف هو عامل ايجابي وسلبي. الخوف لو فضل موقفني مكاني وما خلينيش اخد خطوه لقدام فهو بقى عامل سلبي بالنسبه لي. لكن اخد الجانب الايجابي منه ان انا خايف واحط حذري من انا خايف من ايه وابدا ادور عليه. ايه كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل لي؟ افترض اسوأ السيناريوهات، يعني مثلا هي مش نظره تشاؤميه ولا حاجه، بس انا مثلا متوقع مثلا لو لا قدر الله كورونا رجعت تاني هعمل لو مثلا حصل لي مثلا وعكه صحيه ومبقتش ان جوه المشروع هعمل ايه؟ لو مثلا الدنيا قامت حصل اي ظرف اقتصادي مثلا خارج عن ارادتي هعمل ايه؟ اتوقع كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل وابدا احط لها حلول. فانا بدات ادرس هنا اهو الحلول، انا هعمل ايه. هنا ببدا احط انا خايف من ايه النقط اللي انا السيناريوهات اللي حضرتك قلت عليها. طب وانا هكلمك عن حالة شخصية. انا شخص موسوس جدا، بخاف من كل حاجة، فيعني ممكن ادقق في اداء التفاصيل. فهل ده عامل ايجابي زي ما انت قلتي ولا سلبي؟ ان لا مش للدرجة دي ما تحبكهاش يعني. لا، هو المفروض ان انا اخد بالي من التفاصيل، بس التفاصيل الدقيقه المهمه بالبيزنس، مش اي تفاصيل والسلام ان انا اضيع فيها وقت على الفاضي. يعني حدد ايه التفاصيل اللي انت تبقى مهتم بيها. في ناس بتفضل تاخد وقت لغايه ما تضيع الفرصه من ايدها اصلا، ويبقى السوق والفرصه اللي موجوده في السوق في الوقت الحالي ضاعت منها، انتهت. فهو قاعد ضيع وقت كتير جدا، والفرصه اللي موجوده في السوق هي انتهت وهو ما خدش ابديت ان الفرصه دي انتهت. طب ايه اول الحاجات اللي المفروض لا ما ينفعش افوتها، ما ينفعش تسيبها كده وتعديها والسلام؟ حاجات اساسيه معانا. يعني انا دلوقتي صاحب مشروع وعندي الفكره بتاعتي، فدلوقتي قاعد افكر وبتخيل السيناريوهات السيئه اللي انت قلتي عليها من شويه. ففي حاجات هتغاضى عنها، دي تفاصيل ملهاش لازمه ممكن تعدي، وفي تفاصيل تانية لا ما ينفعش تعدي، دي اساسيه في شغلي. لما انت بتعمل دراسه انت بتبدا تكتشف ايه المهم وايه مش مهم بناء على خبرتك بقى. برضه هنا موضوع الخبره بيفرق. انت بقى عندك خبره اصلا في المجال اللي انت هتفتحه او المشروع اللي انت هتفتحه، ولا ما عندكش خبره؟ ولما انت بتبدا تدرس بتبدا تاخد حذرك من حاجات انت مثلا ما كنتش واخد بالك منها وبدات تاخد بالك منها. انا عايز اكلمك اكتر، او انت ممكن تقولي لي، يعني انت قلتي دلوقتي حاجه كويسه جدا ان انت اول ما تبدا عينك تبدا تنور وتشوف. انا دلوقتي عندي الفكره بتاعتي وخلاص متشجع وخلاص كل الناس تمام بتسبورت معايا، ليه ممكن افشل؟ علشان انت ما درستش. انت ما عملتش، هل انت عملت دراسه جدوى في الاساس ولا لا للمشروع اللي انت داخل عليه؟ دراسه جدوى ده موضوع مهم جدا. وانا يمكن قلت لك قبل ما اصور، قلت لك الكلمه دي انا بسمعها من الستينيات في الافلام الابيض واسود، ودايما بشوفها حاجه مكلكعه، حاجه محتاجه ارقام كتيره وآلة حاسبه يمين وشمال وكليه تجاره وهندسه، قصه كده. فممكن تقولي لي ايه هو التعريف الاسهل والاشمل لدراسه جدوى؟ دراسه جدوى يعني مجديه ولا لا؟ مجديه يعني هي الاسم ممكن يكون بالنسبه حاجه كبيره. دراسه جدوى هي دراسه عشان نشوفها الدراسه دي انا عامل مشروع اصلا ليه؟ هدفي في البدايه الربح طبعا أكيد. يعني اي حد بيعمل بيزنس عشان يكسب. فانا هشوف من الدراسه دي المشروع ده مجدي ولا لا، هيجيب لي ربح في الاخر ولا لا.
فانا لازم اعمل دراسه جدوى، دراسه ان انا ادرس كل تفاصيل المشروع كويس، اذاكر دراسه تسويقيه، اذاكر دراسه انتاج، مصاريف تشغيل، وهكذا من الحاجات اللي موجوده في البيزنس بتاعي. فانا من خلال الدراسه دي ببدا اعرف انا ايه اللي المفروض اعمله. ولو انا طبعا عندي خبره في الموضوع بتزيد خبرتي اكتر، ممكن يبقى في نقط عندي انا طبعا ممكن تبقى انت عندك نقط انت ما كنتش واخد بالك منها، الدراسه بتنورها لك. بلس ان انت وانت بتعمل دراسه كمان انت لازم يعني تدور اكتر. يعني انا قبل ما اكمل في دراسه الجدوى عايز اسالك سؤال انت طرحتيه بنفسك، الخبره وانعدام الخبره، هل مهم جدا ان انت تكون خبره، او لو هننصح الناس اللي عايزه تعمل مشاريع انها تفتح مشروع هي عندها خبره اوريدي فيه، ولا لا عادي مش هتفرق طول ما انت دارس كويس؟ على حسب انت دارس ايه بالظبط. اوكي طيب هي برضه تفاصيل. يعني انت دلوقتي انت عندك خبره في مشروع معين، يفضل انك تفتح مشروع انت عندك خبره فيه. يفضل طبعا، لان انت هيبقى عندك الجوانب كتير في الموضوع انت لاممها، وكمان هتبقى عارف حدود الصرف بتاعك راس المال انت تقدر توجهه فين، وواثق وعارف ان دي بتتعمل كده ودي بتتلاقي ازاي ودي بتيجي من النقطه ديت. فده ده المهم والمفيد. انت بقى لو ما عندكش خبره بس معاك فلوس هتعمل ايه؟ هتستعين باهل الخبره. لازم يكون في عنصر خبره. يعني انا من وجهه نظري طبعا لازم استعين باهل الخبره، وده الصح ويفضل انت تستعين باهل الخبره. لازم يكونوا موجودين في المعادله بتاعتك. لازم يكونوا موجودين في المعادله بتاعتك علشان تتجنب خساره الفلوس بتاعتك. ما انت النهارده مش هينفع افتح مشروع واجي مثلا الاقيه فشل بعد شويه، وهو ده اللي بيحصل دايما. الموضوع صعب. احنا يمكن في البدايه كنا بنتكلم على 70%. يا دكتور 70% ده رقم كبير جدا طبعا، وممكن اكتر كمان. وممكن اكتر تمام يعني فعلا، بس ده مشكله كبيره. ولكن لو رجعت تاني لدراسه الجدوى واتكلمنا عن دراسه الجدوى وقلت لك انا شخص انا بكره الارقام وبكره فكره الابداع، وانا شايف دايما دراسه الجدوى دي شيكات ومحاسبات وبتاع، فهل انا المفروض ان انا اعمل دراسه الجدوى بنفسي، ولا المفروض اجيب حد متخصص يعمل لي دراسه الجدوى؟ يعني على حسب امكانياتك الماديه. الافضل ايه لو انا مقتدر او انا معايا السيوله؟ الافضل ان انت تجيب حد يعملها لك، وانت برضه تبص وتراجع وتدور وتشوف عشان تبقى ملم بجوانب الموضوع حتى لو ما عندكش خبره. يعني وحتى برضه لو عندك خبره انت برضه المفروض ان انت تبقى يعني بتطلع على كل ما هو جديد. حلو. لازم طول الوقت ابديت زي ما انت بتقولي، صح؟ طبعا لازم تبقى ابديت. المفيد هنا في دراسه الجدوى ان انت لو عندك خبره انت بتسهل عليك حاجات كتير. تسهل عليا يعني تسهل عليا، انت قلتي راس المال، بتسهل عليك معدل الخساره، نسبتك نسبتك والريسك بتاعك في الخساره بيبقى اقل، لان انت دارس فبتبقى لامم جوانب كتير جدا. لو انت ما كنتش واخد بالك منها فهي نورت قدامك، اللي انا كنت بقول لك من شويه. فانت هنا بدات تنور، بدات اشوف ايه اللي انا بقى واقع مني وبكمله. طب انا عايز اسالك سؤال، بما ان احنا بنتكلم على الخبره ودراسه الجدوى والاثنين مرتبطين مع بعض، وجي في دلوقتي في دماغي سؤال، ان في ناس بتاخدها بالفهلوه وبتنجح. لا يعني هي بتاخدها بالبركه. بتبقى ماشيه معاهم بالبركه في الاول، لكن لا هي ممكن تنجح في البدايه. في ناس بتنجح لكن ما بتستمرش. هو بدأ النهارده وعمل فكره وجت معاه وطرقعت ومشيت، وبعدين في النص عطل لان هو ما عندوش دراسه، او استهلك مثلا بادجت كبير جدا، فالبادجت اللي باقي معاه بقى قليل، فهو مش عارف يدور الباقي فعطل. او جزء مثلا من التارجت بتاعه او من العملاء المستهدفين بتاعته بدأت تبقى مش موجوده. هو مشي الموضوع وطلع معاه في الاول، بس هو ما اتبناش على دراسه من الاول، فهو المفروض ان هو يدرس السوق بتاعه الاول من ناحيه دراسته، فمش هيكمل. طيب انا دلوقتي همشيها بالترتيب. انا معايا الفكره وخلاص عملت دراسه الجدوى اللي انت قلتي لي عليها، وكان معايا جزء ما من الخبره، هل بعد كل ده ممكن افشل؟ ممكن برضه. ليه بقى؟ طالما انت في بيزنس هو في ريسك فمتوقع الخساره، ولكن هنا احنا لما بندرس انت ممكن تكون درست صح وكل حاجه وحطيت كل الاحتمالات، بس ممكن تكون نقطه وقعت منك انت ما خدتش بالك منها، تفصيله ممكن تبوظ الدنيا كلها، تفصيله ممكن توقعك بس انت ما خدتش بالك ان التفصيله دي هي سبب. ممكن لا قدر الله حاجه خارجه عن ارادتك، ظرف حصل فخلاك قفلت البيزنس كله. على ذكر يعني الظروف الاستثنائيه، يمكن برضه انا كنت بكلمك قبل ما نبدا عن الظروف ان بدايه مشروع النهارده مختلف تماما عن بدايه مشروع من 10 سنين. دلوقتي التوترات الجيوسياسيه المختلفه والازمات العالميه
والحروب اللي قايمه واللي انت ممكن تحطه النهارده في ثانيه ممكن ما تلاقيهوش. فبقى الخوف من ان انا اعمل مشروع في البيئه دي بقى شديد جدا. فازاي اقدر اتغلب على الخوف ده؟ تقدر تتغلب على الخوف بان انت برضه هقول تاني الدراسه حتى برغم كل الظروف الابديت بقى. النهارده انا بتابع وبراجع كل يوم التطورات اللي بتحصل في السوق. ما ينفعش ابقى قاعد في مكتبي وانا مش عارف ايه بيحصل بره. انا شفت عينه من امثله ناس في بيزنس كده قاعد في المكتب ومعتمد على الموظفين بيجيبوا له المعلومات، وممكن بيبقى في ناس بتجيب معلومات مغلوطه مش صح، او وجهه نظره في قرايه المعلومات مش زي وجهه مثلا نظر صاحب البيزنس في قرايه المعلومات. هو صاحب الشغل اكيد ليه وجهه نظر مختلفه. اكيد، ما هو ان جوه المشروع احنا بنتكلم مثلا عن شركه صغيره او متوسطه. فممكن يبقى صاحب البيزنس ان في الموضوع. طب يا دكتور، دلوقتي سوق العمل بيطلع لنا بعض النماذج وبنشوفه ممكن ناس قريبين مننا كمان يبقى فاشل، والمشروع فشل وفشل ذريع جدا والكل متاكد انه فشل، بس هو بيقول لنفسه لا انا ما فشلتش وانا هكمل حتى وانا بخسر. فالناس اللي زي دول المفروض نتعامل معاهم ازاي او يعملوا ايه؟ بص، النوع ده هو بيبقى مش عايز يواجه نفسه بالحقيقه، عنده شعور بالذنب. لكن في نوع تاني بقى بيبقى ده فشل وده اكبر داعم ليه، هو اللي بيخليه ياخد باله من اخطائه، يراجع نفسه ويخليه يطلع لقدام، يبدا ما يستسلمش بقى للفشل ده ويعيد من تاني، ويبدا يشوف ايه النقط اللي ما درسهاش كويس، ايه النقط اللي وقعت منه ويبدا يصلحها. فشله اكبر داعم ليه، يمكن دي كلمه حلوه، ان هو فكره ان هو فشل وما تاثرش بالفشل ده حضرتك تقصدي، فبدا يزود من نفسه عشان يبقى انجح، صح كده؟ بالظبط. طب والشخص بقى التاني بقى، انا كلامي على الشخص المكابر اللي هو شخص انكار الذات، ده شخص عنده مشاكل نفسيه صح؟ ما انا قلت لك هو مش عايز يواجه نفسه بالحقيقه، عنده شعور بالذنب، مش قادر يواجه نفسه لان الحقيقه صعبه. طب بعيدا عن الشخص ده، وده برضو بنشوفه في كل الاوقات مش بس في البيزنس، يمكن بنشوفه في حياتنا كلها، ان يبقى معاك ناس حواليك يقول لك على فكره انت هتفشل، على فكره المشروع ده مش حلو يا معلم، على فكره انا شفت فلان الفلاني وجرب الموضوع ده وفشل. فانت غصب عنك تبقى فقد الثقه حتى وان كنت دارس. طبعا دول كتير جدا. تتعامل معاهم ازاي؟ انت تتجاهلهم تماما، يعني لما ما تسمع لهمش، وبعدين ما تحرقش وقت معاهم، يعني تجاهلهم، ما تستنزفش طاقتك انك تدخل في حوار معاه عشان تقنعه بان انت صح وان انت، هو مش هيسمع اصلا. بالعكس، انت هتلاقي نفسك انت اللي اتشتت وترددت وبدات تفكر في كلامه ورحت معاه. لا، بدات تفكر في كلامه، يعني بقى خلاص بقى دخلك مرحله التردد. وده طبعا التردد في البيزنس لا طبعا مش المفروض انت تتردد، انت خلاص واخد خطوه وتوكل على الله وخلاص درستها كويس وعارف انت هتعمل ايه فيها، فخلاص. انت عارفه ان في كل شله صحاب، واكيد حضرتك اتعرضت لده، انا اتعرضت لده، كل الناس اتعرضت لده، فكره انك تلاقي حد من وسط كل اللي قاعدين يقول لك لا مش هتيجي. ما هو انا عاوز اقول لك على حاجه، هو ما ينفعش اي حد نحكي له بالسلام، ما ينفعش. يعني انت لازم تحوط نفسك بناس ايجابيه، الناس اللي تدعمك. يعني مثلا انت واحد صاحبي انا جاي اقول لك مثلا على نفس المستوى بتاعي او قريب منه جدا، فلما اجي اسالك مثلا اقول لك والله انا عندي فكره مشروع، هيرد عليك ويقول لك ايه؟ والله طيب الفكره حلوه، طب انت درستها كويس؟ طب انت عملت دراسه تسويق؟ طب انت عملت مثلا حساب احنا هنحط راس مال قد ايه؟ يبدا يديك ردود منطقيه وواقعيه تبدا تخليك تشوف ابعاد تانية. لكن مش هيجي يحبطك. انا بقول لك الناس المحبطين دي تجنبهم خالص، حتى لو الاهل. انا عايز اقول لك ان في ناس محبطه من الاهل طبعا، ودي بنقابلها كتير. ما تحكي لهمش، وبقول لك ما تقطعش علاقتك بيهم، لان في اغلب محبطين طبعا من الاهل. لكن تجنبهم وما تتكلمش عن مشروعك في بدايه نموه. سيب نجاحك هو اللي يتكلم عنك. عن مشروعك. لما تنجح في مشروعك نجاحك هو اللي هيتكلم. كل اللي كان بيحبطك في الاول هيرجع هو اللي هتلاقيه بيحاول يتقرب منك ويكلمك. برافو، عايش بتاع الله. طب ما انت بالظبط. طب في المحور ده او في القصه دي، في فكره الخوف، انا يبقى عندي نقطه برضه انا قلتها لك، يمكن هو مصطلح معظم الناس فاهمان، نو ريسك نو فن. فبالتالي انا جه في موضوعي، جه في بالي فكره مشروع، انا هتسرع ومن غير ما ادرس ومن غير ما اعمل، يلا على طول الحق على طول. تسرع. انا قلت لك من الاول ادرس كويس، لازم بلاش تهور. التهور مش مستحب تماما خالص. ما ينفعش تتهور في اتخاذ قرارات البيزنس. خليك حذر. خد خطواتك بهدوء ودور مره واتنين لغايه تتاكد انه صح. بس طبعا مش هنضيع وقت زياده عن اللزوم زي ما قلنا قبل كده،
ولكن انت لازم ما تتسرعش. لازم ما تتسرعش. التسارع في الاوقات دي خطر جدا. بس لو تسارع، طب لو انا عندي خبره فانا فاهم القصه فيها ايه، فمجرد ما جات لي فكره مشروع كده قمت حاطط على طول الفلوس وقمت داخل فيه، ده صح وانا عندي خبره، التسارع ممكن ساعتها يكون ايجابي ولا لا برضه؟ بص انا من الناس اللي بتفضل هعمل بقى لازم ادرس على الاقل التأني، لان بص قرار الخساره يعني خساره الفلوس دي صعبه. طبعا. انت بتبقى متحمس وعندك شغف بالفكره، بس مش كل شغف وكل تحمس المفروض انا امشي وراه. لازم ابقى افرمله، لازم ابقى هادي من جوايا ان انا اعرف انا بعمل ايه. لو عندي خبره كافيه اوكي، اراجع ناس مثلا من زمايلي في اهل الخبره، او مثلا من استشاريين في اهل الخبره، حتى لو باب العلم بالشيء، حتى لو انا عندي الخبره كامله اتاكد ان معلوماتي صحيحه، وبعدين اجي على طول اتوكل على الله ومفيش مشكله طالما انا درست كل الجوانب كويس جدا.